السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطعنا اليوم حيكون عن أسئلة ما قبل الكلاسيكو. وأيضا بنزيما في أول ظهور يسجل. هات معلش بس نجيب الجو ونجي. معلش كذا يا أخوان. رجعنا لكم يا أخوان. طبعا حلو الهاتريك كريم بنزيما. صراحة أنا قلت لكم بنزيما لو أشكره من اليوم لين بكرة ما وفي بحقه. أفضل مهاجم في الهلال حاليا صراحة. الله يا كريم بنزيما، عدنا إنه نسجل خمسات ومهاجمنا بهاتريك. الله يا أخوان. طيب نيجي عند فقرة أسئلة الديربي. طيب في واحد يقول لي، طبعا أنا عندي قناة في تيك توك للي ما يدري. في واحد يقول ليه رونالدو الكلاسيكو، عارفة ليه رونالدو ما يبغى يلعب؟ أنا أعطيك السبب. رونالدو ليش ما يبغى يلعب؟ يقول هو النصر قال للنصر بيغيب أمام مباراة الرياض، لكن ما حد توقع إنه يغيب عشان صفقة أمام مباراة الاتحاد. كلام رونالدو أيضا صندوق الاستثمارات غير عادل، وأيضا من أجل يا أخي حتى أصل الإصابة ما في مشاكل عائلية، مشاكل مع إدارة النصر، لا والله ما في ولا من هذا الكلام. لكن رونالدو تخيل غاب عشان صفقة بس. وعندنا في واحد يقول هل حيلعب يوسف أنصاري؟ هو احتمال 95% إنه يلعب يوسف أنصاري. وفي واحد يقول أعطينا احتمالك لتشكيلة النصر. أنا ما حأعطيك التشكيلة كاملة، بس أنا أتوقع الحراسة يا بنتو أو العقيدي، لأنه مستحيل مبارك بعينين. دفاع سلطان الغنام، وأيضا يعني والله شوف أنا أقول لك ما أدري. عندنا أيضا في واحد يقول لي إيش رأيك، هل يوسف الصيري بيقدم أداء مع الاتحاد أو لا؟ شوف هو الاتحاد والله يتمنى إنه يوسف الصيري يقدم أداء جدا رائع. هم يبغون مهاجم زي يوسف الصيري، مع إنه في والله صالح الشهري، بس صالح الشهري غايب بداعي الإصابة. أيضا موجود في الاتحاد موسى ديابي وحسام عوار، هذول الاثنين. محمد الغامدي احتمال كبير إنه يلعبوا في مباراة الاتحاد. وأيضا روجر فرنانديز، دانييل بيريرا، فابينيو، حسن قادش، هذول احتمال كبير إنه يلعبوا. والحارس أكيد رايكوفيتش. بينما اللي يسأل أنت إيش تشجع؟ أنا هذا الشيء اللي أشجعه، شايف أنا هذا الشيء اللي أشجعه. وفي بعضهم يسأل ما في والله أسئلة كثير، أبوك إيش تشجع، أمك إيش تشجع، أخوك إيش تشجع، أخوانك عفوا اللي يشجعون أخواتك. أول شي ما عندي أخوات. ثاني شي أخواني برشلونة وريال مدريد. في الدوري السعودي واحد الاتحاد وواحد نصراوي. أنا هلالي وليفربولي، وأبوي اتحادي، أمي أصلا ما لها في كرة القدم. لو نروح الحين الاتحاد، الجانب السيء في الاتحاد خط الوسط. بتقول لي لا في، والله بعد ما راح كانتي خط الوسط جدا 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 سيء. تخيل يروح من عندك لاعب يلعب لك محور 6 محور 8، يصنع لك، يسجل لك، يهاجم، يدافع، هذه كلها الميزات في نقولو كانتي. تخيل سوي صفقة عشان أجيب مهاجم بس وأوديه هذا اللاعب. طيب هذا اللاعب اللي تقول له روح مهاجم يقول لك أبشر. نقولو كانتي يا إخوان هذا اللاعب صراحة والله جدا 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 أسطوري. مبروك فريق الهلال تجديد عقد روبن نيفيز. واللي يتكلم عن كريم بنزيما إلى متى؟ تقريبا حيقعد موسم ونصف مع الهلال، وبإذن الله كريم بنزيما
راح يقدم أداء. وشوف أنا أقول لك، كريم بنزيما ما طلع 40% من مستواه، 40% يا رجل ما طلع من مستواه. في ناس انتقدوا الصفقة هذه، قالوا خلاص عمره 40 سنة اللاعب ومدري ايه، انتقد الصفقة هذه. وفي يعني ناس قالوا لا نبغى كريم ويصير الهداف ومدري ايه، عشان صراحة نونيز ما يسوي شيء. تقول لي جناح ما يسوي شيء، تقول لي مهاجم ما يسوي شيء، تقول لي وسط ما يسوي شيء، صانع لعب ما يسوي شيء. ولكن ايش نسوي؟ لكن جانا كريم بنزيما، ولين هنا وصلنا نهاية المقطع اللي تقريبا حتكون مدة 6 دقايق. لا تنسون اللايك والشير والمتابعة والإكسبلور والاشتراك في القناة. سلام.